السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، معكم سعد المصري معالج الرفلكسولوجي والشياتسو والأخصائي النفسي. النهاردة نتكلم في موضوع في غاية الأهمية، هو إزاي مخليش الطفل بتاعي يرفض إن هو يروح إلى الفراش أو إن هو ينام، ودايما بتلاقيه بيبكي 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 لغاية ما تلاقي الدموع زي ما انتوا حضراتكم شايفينها كده مغرقة الدنيا ومغرقة المكان. تعالوا نشوف كده مع بعض الموضوع ده. نوم الطفل في السنوات الأولى من عمره من المشكلات اللي بتسبب قلق كبير جدا للأمهات، ودايما بيشتكوا كتير من ان الصغار كثيرا ما يرفضون الذهاب للفراش ولا يخلدون للنوم الا بعد الحاح شديد يستمر احيانا لوقت طويل جدا، وده بيترتب عليه اصابة الام والطفل على السواء بالضيق والعصبية. فكيف تتغلب الأم على هذه المشكلة؟ وكم ساعة نوم بيحتاجها الطفل الصغير؟ ما لازم أعرفها. وإيه هي دوافع إصرار الطفل على عدم دخول حجرته للنوم؟ ولماذا يستيقظ بعض الصغار في حالة من الانزعاج أثناء ساعات الليل المتأخرة؟ كل هذه التساؤلات هنعرفها مع بعض إن شاء الله بالصوت والصورة مع سعد المصري. لما نجاوب على هذه الأسئلة أعزائي المشاهدين هنعرف اللي هي بتحير الأمهات. هنشير إلى مجلة اسمها برانتس بريطانية. هي حاولت انها تبحث عن الهدف اللي من خلاله بتقدر انها توجه اولياء الامور من هذه الناحية، ان هم يقدروا يساعدوهم او يساعدوا اطفالهم في ان هم يحصلوا على ساعات من النوم الهادئ الصحي. بيشير البحث الى ان الطفل اذا لم يأخذ القسط الكافي من النوم فسيعوضه في اليوم التالي بالنوم لساعات أطول، وإذا نام الطفل لمدة يومين نوما قلقا فسيعوضه في الثالث. وحتى في الأحوال القصوى عندما يظل مستيقظا أحيانا لساعة متأخرة من الليل رغم شعوره بالتعب فلن يشكل ذلك أي ضرر عام على صحة الصغير، ولن يؤثر عدد ساعات النوم على معدل نومه. أما الدكتور بنجامين سبوك، ده مؤلف أشهر كتاب عن تربية الطفل على فكرة، بيقول إن عدد ساعات النوم اللي بيحتاجها الصغير بتختلف من طفل إلى آخر، كما تتغير مع مراحل عمر الصغير المختلفة. فالطفل الرضيع ينام عادة من الرضعة إلى الرضعة الأخرى، خاصة لو تناول الكمية المناسبة من الرضاعة دون أن يتعرض لحالة من سوء الهضم. ومع مرور الأشهر بتقل ساعات نوم الطفل تدريجيا ويبقى الطفل مستيقظا لفترات أطول في ساعات النهار. وعندما يبلغ الصغير عامه الأول والثاني بيحتاج إلى 10 ساعات نوم، هذا بخلاف طبعا احتياجه لساعتي نوم متقطعين خلال اليوم. وعندما يدخل الطفل الحضانة هتلاقيه انه بينام من 7 مساء إلى 8 صباحا، وفي المرحلة الابتدائية هنلاقيه انه بينام من 9 مساء إلى 7 صباحا. وده بيرجع إلى أسباب رفض بعض الصغار الذهاب للفراش أو الاستسلام للنوم العميق لأسباب قد تكون صحية أو نفسية. قد تكون أسباب صحية أو نفسية. فالطفل الذي يشعر بالشبع ولا يشكو من ارتفاع في درجات الحرارة أو يعاني من مغص بسبب مثلا سوء الهضم، ده بيكون في غرفة متجددة الهواء سيحصل على قدر كافي من النوم. بينما سيعاني من الأرق الطفل الذي يعاني من مشكلة نفسية زي مثلا الغيرة من أخوه الصغير أو من نقص في حنان والديه أو الخوف من الأحلام المزعجة. وقدم الخبراء عدة نصائح بتساعد الأمهات في تشجيع أطفالهم على التمتع بساعات من النوم الهادئ، وبتتلخص في النقاط التالية. أول حاجة محاولة جعل ساعة الذهاب للفراش وقتا يتسم بالسعادة وليس وقتا للعقاب، ويوحي للصغير بأنه عندما يذهب لغرفة نومه فهو يثبت للأم أنه يحظى بحب واحترام والديه لأنه أصبح بيعتمد على نفسه، وهذا أمر يستحق التقدير. مهم جدا جدا إن احنا نوعي لحاجة زي دي. أوكي،
طيب تاني حاجة استعمال الإضاءة المناسبة في حجرة الصغير. استعمال الإضاءة المناسبة في حجرة الصغير دي مهمة جدا جدا، عشان ما يخافش من الضلمة، لأن في بعض الأطفال بيخافوا أحيانا من الضلمة، فأنا لازم أخلي الإضاءة كويسة جدا بالنسبة له. أوكي. آه، قيام الأم بالجلوس إلى جوار سرير الصغير لفترة غير طويلة، دي بتحكي له خلالها قصة مثلا صغيرة، أو تغني له غنوة بصوت حنون، أو تقرأ له آيات قرآنية جميلة. كل هذا بيعطي الأطفال نوع من الهدوء والاطمئنان. السماح للطفل بأن يصطحب في سريره لعبته المفضلة المصنوعة من القماش، سواء كانت على شكل دب أو فيل صغير أو عروس، لأن اللعبة الصغيرة قد تبعث إحساسا بالأمان والطمأنينة إن هو مثلا مش لوحده في قلب الصغير أثناء النوم. إصرار الوالدين على رفض طلب الصغير بأن ينام في سرير والديه عندما يستيقظ من نومه أثناء الليل، أو عندما يجد صعوبة في الاستسلام للنوم. وعلى الوالدين إدراك أن تمتع الطفل بنوم عميق لساعات طويلة لن يجعله يتمتع بصحة أحسن، وإنما الأطفال الأصحاء عادة لا يعانون طبعا من مشكلة في النوم. كان معكم أعزائي المشاهدين سعد المصري، معالج الرفلكسولوجي والشيس وأخصائي النفسي. للتواصل معي رجاء الاتصال على 012 36 90 535، أو عن طريق الإيميل سعد_أستاذ أونلاين @yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.